بسم الله الرحمن الرحيم. وده مين ده اللي قاعد على السطح في الساعة دي؟ أنا يا ست بسيم. وقاعدة ليه يا ضنايا في الساعة دي؟ لا قمرة ولا جو عدل ينقعد فيه. وانا يا بنتي نسيت اعشي الفراخ وده اللي مطلعني. قومي قومي انزلي قومي. يا ست بسيمة أنا مرتاحة كده. قلتيلي. انا دلوقتي فهمت الحكاية. تبقي زعلانة مع عمك يا فريدة يا بنتي. هو انت لكي غيرها؟ قومي 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 انزلي لها وصلحيها وبوسي راسها كمان. يا بنتي دي الجنة تحت أقدام الأمهات. ويا ويلو يا سواد ليلو اللي يغضب أمه ولا يكسر بخاطرها. قلت لك أنا مرتاحة كده يا خالة بسيمة. دي الفراخ يا بنتي اللي اسمها فراخ نامت. شايفة الديك أبو ريش منفوش اللي ما بيبطلش فرعنة. قومي والنبي على قلبك يا فريدة ما تكسريليش ما كلمة. يا خالة بسيمة عمايلها ما بقتش تنطق خالص. طب تعالي في الدروة دي وفهميني قبل ما ننزل لها. أيوة علشان كل حاجة تبقى على نور. مش مكفيها إنها ما بتعرفش تفك الخط، وأنا بالسبب ده دايما تكسفني مع صحابي، وكمان عايزة تقف في الدكانة تبيع طعمية بدل المرحوم بابا. حق مالكيش حق يا بنتي يا فريدة. هو احنا أهلنا بعتونا المدارس ومرضناش نروح؟ زماننا كان كده. التعليم كان بالفلوس وأهالينا ما كانش حالتهم اللضا. قال ما تعرفش تفك الخط، قال على كده أنا كمان ولادي لازم يستعروا مني. أنا رخرة ما بعرفش الألف من لام ألف. طب وحكاية وقفتها في محل الطعمية ده حرام عليها ده. وماله يا بنتي وماله؟ ما حرام إلا الحرام. هو أبوك الله يرحمه مش كان بيقف في المحل ده؟ أيوة بس هو كان راجل وأنا كمان كنت صغيرة. ما هو لو كان لك أخ يا فريدة كان وقف مطرح أبوه. تعمل إيه الغلبانة بقى؟ مفيش قدامها غير 3 حاجات: يا تقف هي، يا تقف انتي، يا تقفل المحل اللي بتاكلوا منه لقمة العيش. طب وودي وشي فين من بنات المدرسة؟ زميلاتي كلهم اللي أبوها ظابط واللي أبوها موظف كبير واللي تاجر قد الدنيا. كلنا ولاد حواء وآدم يا بنتي، والناس محتاجين لبياع الطعمية وللكناس زي ما هم محتاجين للمهندس والمأمور. مش معقول مش معقول يا بنتي يا بنتي كلها أشغال عايزة رجالة. والطعمجي آخر النهار بيروح يرزق عياله زي أحسن تاجر تمام. أنا مش متصورة أبدا يا خالة بسيمة إن أمي تبيع طعمية، مش متصورة أبدا. ده حتى حرام عليها، ده أنا بقيت في سنة أولى ثانوي. بفضل الطعمية يا بنتي يا فريدة. اوعك تنسي دي ولا تنكريها. يلا بينا ننزل لها يا حبيبتي، وعلشان خاطري بوسي راسها وصالحيها. لا يا خالة بسيمة أرجوكي، أنا ما تعودتش على كده وهي كمان ما تعودتش على كده مني. طيب يا بنتي ما تزعليهاش وخليها تشوف شغلها. بشرط يا خالة بسيمة. وايه هو الشرط ده يا ترى؟ ما تقولش لحد إنها أمي، وإذا صادف وراحت لها تلميذة من مدرستنا ما تجيبش سيرتي بالمرة. ليكي عليا فهمها أنا الحكاية دي. أصل المحل قريب من المدرسة يا خالة بسيمة، وده اللي هيجنني. ولا يكون عندك فكر. يلا يا حبيبتي يلا، دي بردك أمك. لا أنا لا أمها ولا هي بنتي. بس هدي نفسك يا ست أمينة وصلي على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. نعم فريدة غلطت نفسها بنفسها وجاية تستسمح. البطل وده واسمعوا ده، والنبي لو كان العالم يعمل فيها كده ده ما يبقاش علام أبدا. عقل صغار يا ست أمينة، وإذا كانش احنا نسامحهم لما يغلطوا أمال مين هيسامحهم؟ أنا معذورة يا ماما. الله، حطي نفسك مطرحي وسط التلميذات اللي معايا في المدرسة وبعدين اتكلمي. لابسة زيهم ولا